سيدنا موسى كان يقولوا له إنا لمدركون، يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين. توكل يا حبايب عبادة قلبية. الناس اللي بتتوكل بالجوارح أنا سايبها على الله وما تشتغلش، ده مش توكل، لأن هي نقلت عمل القلب إلى الجوارح. الموضوع ده مهم جدا، إن أنا أعمل بالجوارح أفوض الأمر إلى الله في النتيجة. الأخذ بالأسباب هي عمل الجوارح، بروح أشتغل، بروح أعمل الأشياء، ولكن القلب ماله؟ القلب بيعبد الله بأن هو بيسيبها على الله في النتيجة. أنا في ثانوية ذاكرت واجتهدت وعملت اللي عليا وكنت بنتبه لشرح المدرس، عمل الجوارح. التوكل بقى هو ايه؟ ارضى واسلم، الرضا والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى في اللي يختاروا ليا بعد كده. عبادة الجسد في العمل وعبادة القلب في تفويض الامر لله، والرضا والتسليم بالنتيجة. انا عاملة اللي عليا مع اولادي، سعيت عليهم، ممكن يكون ابوهم ما خدش باله قوي من تربيتهم، او انا ساعدت ابوهم في تربيتهم وعملت اللي عليا. يا ترى بقى اولادي هيشيلوا ليا، هياخدوا بالهم مني، هيبروني؟ توكلي على الله في النتائج. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ايه؟ لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير مالها؟ واشمعنى الطير؟ العصفورة اللي بحجمها الصغير دي كل يوم الصبح تنزل من العش بتاعها جعانة ومعدتها فاضية، خماصا يعني شدة الجوع، ولا عارفة هي هتعمل ايه، ولا عارفة هتلاقي اكل ولا لا. هي واثقة ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ مش هينساها ومش هيسيبها. لكن عملت ايه؟ فضلت في العش بتاعها وقالت الله هو الرزاق. خرجت من العش هي متوكلة على الله حق التوكل، فايه اللي حصل؟ تروح بطانا، ترجع وهي بطنها مليانة وشبعانة. دي عندها ثقة، أنا خارجة من العش جعانة جدا وهرجع شبعانة. هي ما عندهاش ديب فريزر علشان وهي راجعة تاخد شوية حبوب تشيلهم لبكرة، ولا عندها تلاجة تاخد فيها حاجتها، ولا عندها بطن تانية، ولا واخدة معاها شنطة علشان تشيل عشل بالليل. هي متأكدة إن هي تاني يوم هتروح جعانة وهترجع شبعانة. شوفي حق التوكل، كلمة حق التوكل دي هي اللي لازم نقف عندها. هل أنا بتوكل على الله حق التوكل؟ القلب له كسب وله عمل زيه زي الجسد بالظبط. والعلماء يعلمونا إن الإيمان إيه؟ تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. لما واحد تقولك أنا بحب ربنا، أنا مؤمنة بربنا، وهي بتصليش، ده القلب. أخبار الجسد إيه؟ فالقلب له عمل زي ما الجسد له عمل. التوكل من أعمال القلب. في أحداث الهجرة كلها سعى ولا ما سعاش؟ في حين ان ربنا سبحانه وتعالى قبل الهجرة سيدنا النبي وهو في مكة، ربنا سبحانه وتعالى أسرى به من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وبعد كده أعرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. قادر ربنا سبحانه وتعالى ينقله من مكة للمدينة في لحظة. وإنما عشان إحنا نتعلم إن في حاجة اسمها أخذ بالأسباب، في حاجة اسمها إن أنا لازم أسعى وأقول يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحداث الهجرة دي كان يواسي سيدنا أبو بكر ويقول له إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. هو ده عمل القلب. سيدنا موسى كان يقولوا له إنا لمدركون، يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا سبحانه وتعالى قادر يشق لي البحر لما أنا أسعى وأتوكل.